في ناس بتعيش وبتقضي يومها علشان بس ما تموتش، تعدي اليوم تخلص شغل ترد على الرسايل تضحك في وش الناس وتنام وهي مش فاهمة هي ليه تعبانة. بيجروا طول اليوم في حياتهم علشان بس ينجوا. بس النجاة مش حياة، النجاة هي رد فعل مش اختيار. هي لما عقلك يقولك بس خليني أعدي اليوم ده وبعدين نشوف. بس لحظة كده، هو امتى وبعدين ده هيجي أصلا؟ يعني إمتى هتقرر إنك مش عايز بس تنجو، وعايز تشحن نفسك شوية وعايز ترجع لك روحك وتحس إنك حي وعايش بجد؟ علميا الجسم والعقل ليهم بطارية، ولو فضلت تستهلكها من غير ما تشحنها هتدخلك في حالة السرفايفل مود. يعني هتشتغل وهتتحرك وهتتكلم بس من غير إحساس ومن غير روح ومن غير طاقة. يعني بالمعنى الواضح كده، انت موجود وعايش بس مش عايش، انت ميت من جواك، موجود بس انت كأنك مش موجود، بتتعامل من براك بس تايه ومش حاسس بأي حاجة من جواك. علشان كده لو حاسس طول الوقت انك في survival مود، تعالى هقولك تعمل ايه. كل 3 ساعات مثلا وقف كل حاجة بتعملها دقيقة واحدة بس، اقفل عينك وخد نفس واسأل نفسك انا محتاج ايه دلوقتي. واول حاجة هتظهر لك هي اول خطوة بجد هتفرق معاك وهتشحنك. كل يوم اختار حاجة واحدة بس تفرحك، لو بتحب الشمس مثلا خليها تلمس وشك وإيدك، لو بتحب تسمع صوت حد بتحبه اجري كلمه، لو بتحب تشم ريحة حاجة معينة مثلا زي القهوة روح شمها. دي مش رفاهية، دي فيتامينات نفسية. جرب كل يوم تفصل ساعة بس في اليوم من غير أي شاشات، من غير أي ردود ومن غير أي إيميلات، من غير رسايل، انت مع نفسك وبس، او مع اي حد انت بتحبه، علشان عقلك يبدأ يهدى ويبدأ يفضي الدوشة اللي جواه. قبل ما تنام بقى مهم تكتب الثلاث حاجات اللي هقولك عليهم دول. اكتب 3 حاجات فرحتك و3 حاجات وجعتك و3 حاجات نفسك فيها، لان الكتابة بترتب عقلك وهتخليك اهدى، وكمان هتنظم لك افكارك وهتشحنك بشكل واضح. كل يوم حرك جسمك ولو 10 دقايق بس، مش علشان هي رياضة، إنما علشان تقول لجسمك أنا بحبك، أنا حاسس بيك، أنا سامعك وفاهم احتياجاتك. لأن جسمنا بنسبة كبيرة بيخزن مشاعرنا اللي بنحسها كل يوم، فكل مرة بتخزن فيه شعور معين هي كل مرة هيتعب فيها. في النهاية بقى ما تعيش حياتك كلها علشان بس تنجو. اخرج من السرفايفل مود اللي انت خنقت نفسك بيه، انوي انك تعيش علشان تعيش، علشان ترجع لك روحك، علشان تشحن نفسك، علشان تحس انك على قيد الحياة بجد. ويا صباح الاستمورنينج القمر.